السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. تقاسمت معكم الفول المشرمل او المنقوب، الفول الخضر. كتجي رائعه هاد الوصفه. كنحيدوا له الجلفه ديالو، كنغسلوه مزيان وكنفلحوه بهذه الطريقه هذه اللي شفتوا معايا. كنفلحوه باش كتدخل له ديك الشرموله وديك المريقه ديالو، كتجي المرقه ديالو خاطره ملبيه. وكنفلحوه كما شفتوا، وكنضيفوا عليه واحد حبه ديال البصله. انا ضفت البصله البيضاء، وكنحك حبه ديال المطيشه. كتحكوها في حكاكه رقيقه او لا كطحنوها. وعندي هنايا شويه ديال الثومه والربيع القزبر والمعدنوس. هاد الوصفه كتجي رائعه، او هاد الطبق كيجي رائع. كنحضروه اما طبق رئيسي او مقبله. وكنضيفو هنايا العطريه، عندي التحميره، سكينجبير، الفلفل الاسود، الخرقوم البلدي، شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون. وكنضيفو الزيت، وعندي التحميره، كنضيفو شويه ديال التحميره. وكنرويوه بالماء، كنديرو في دقه واحده باش ما كنبقاوش نزيدو في الماء باش ما تجيناش باسل. كنديرو الماء في دقه واحده حتى كيطيب، وهو كيطيب بسرعه، ما كيشدش الوقت بزاف. صافي كنشعلو عليه النار، نخليوه حتى كيطيب وكيتلبى، والمرقه ديالو كتجي خاطره وكيجي رائع. هذا الطبق هذا طبق تقليدي قديم، وكنزيدو فيه اللي كيبغي الحار. كتزيدو فيه شويه ديال السودانيه او الفلفله مطحونه الحمراء، وكنديرو فيه هاد المزيودات ديال الفلفله حاره. كنزيد شويه ديال المعدنوس من الفوق، كيجي لذيذ وكيجي خاطر. وكتجي المريقه ديالو يا سلام. كنتمنى الطبق يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بالصحه والراحه.